السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم غنشارك معكم وصفة سهلة لوصفة تحضير الشعرية بالمرقة. هاد الوصفة الكل كيعرف يديرها، ولكن انا جيت نشارك معكم جوج الاسرار ديال جوج ديال المشاكل اللي كيعانيو منهم البعض. المشكل الاول هو ان الشعرية كتعجل ليهم. جبت لكم السر من اليوم، ما غاديش تبقى تعجل لكم. والمشكل الثاني هو انه، وهذا هو السر المهم، هو أن من كتوجد لينا الشعرية أو جميع أنواع المعجنات، سواء لسان الطير أو بركوكش، من كيوجد لينا وكنجيو نقدموه كنطفيو عليه، كنخليوه من كنجيو نسخنوه كنبغيو نقدموه كنلقاوه نشف تماما من المرق. تبعوا معايا الفيديو وغادي نعطيكم هاد جوج أسرار. خديت هنا كوكوط، طنجرة ديال الضغط، درت زيت المائدة وقطع ديال اللحم. شحر دوك اللحيمات مزيان باش كيجيو لنا لذاذين في وسط الشعريه. ممكن انكم ديروا صدر الدجاج، قطع ديال الدجاج. بصله صغيره محكوكه غادي نشحرها حتى هي، وجوج مطيشات صغيورين اللي حكيتهم. السر اللذة كذلك ديال هاد الشعريه هو ان مطيشه ضروري تشحروها باش كتطلق لينا الحلاوه ديالها. غادي نضيف هاد اللحظه زيت الزيتون. في الاول درت فقط زيت المائده، دابا عاد غادي نضيف زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل درت الملح، الابزار، الخرقوم، سكينجبير والقزبر حبوب. غادي نخلط هاد التوابل، نشحرها غير شويه باش ما تحرقش ليا، وغادي نضيف الماء ونخلي هاد الحيمات ونغلق الطنجره ونخليو الحيمات يطيبوا لينا. من بعد نتلاقاو. وإلا درتوها فقط بالصدر ديال الدجاج ديروها فقط في طنجره عاديه. نخليكم مع الفيديو. السر الاول باش الشعريه ما تعجنش ليكم هو مهم. اولا خديت زلافه ديال الشعريه الغليظه، غادي نضيف لها شويه ديال زيت المائده وغادي ندهن مزيان ديك الشعريه بالزيت. في الوصفه ديال الشعريه بالمرقه كنديروا الشعريه الغليظه، وغادي نديروها تفور. ما غاديش نخليوها حتى طيب، لا، فقط غادي يطلع معاها البخار واحد 10 دقائق. الا درتو هاد الشعريه الغليظه خليوها 10 دقائق، الا درتو الشعريه اللي متوسطه خليوها 5 دقائق. ما غاديش نخليوها طيب، نعاودها لكم، فقط يطلع معاها البخار واحد 10 دقائق. كتبقى يعني هكا كتبقى شاده في راسها. سمحوا لي على الصوت ديالي بعدا. ها هي الشعريه من بعد ما خليتها 10 دقائق كما كنوريكم، راها مازال شاده في راسها، راها يعني ما طايباش. هنا خديت الربيع، القزبر ومعدنوس، ومعلقه صغيره عامره ديال مطيشه الحك اللي خففتها بالماء. هنا غادي تبان لكم كثيره لانني خففتها بالماء. من بعد ما طابوا ليا الحيمات فتحت الطنجره، غادي نضيف الماء. الا كانت ناقصه لكم من الماء ضيفوا الماء، لانني هاد المرق غادي نحتاجوه. غادي نضيف داك مطيشه الحك وداك الربيع، ونخليو هاد الخليط يغلى واحد 5 دقائق. ضروري نخليو الخليط يغلى 5 دقائق. دابا وصلنا للسر الثاني واللي مهم، هو اننا من كنجيو نقدموا ديك الشعريه كنلقاوها نشفت من المرق. من كيغلى ليا داك المرق كنحيد زلافه منه. هاد الزلافه غادي ديال المرق غادي نحتفظوا بها، كنخليوها جانبا. من كنطفيو على الشعريه ولا كما قلت لكم بركوكش ولا لسان الطير، من كنطفيو عليه وكنجيو نقدموه كنلقاوه ناشف،
غادي نضيفو هاد الزلافه ديال المرق اللي كنا حيدنا في الاول. هذا هو السر وهذه هي الحيله اللي كنديروها. كنلقاو المرق موجود واخا كتكون شفت لينا، كنلقاو المرق موجود. نتمنى هاد جوج الاسرار ينفعوكم. في هاد اللحظه من بعد ما حيدت ديك الزلافه د المرق غادي نضيف الشعريه وغادي نخليها طيب ضروري مع التحراك باش ما تعجنش لينا ديك الشعريه. تبقاو تحركوها من الاسفل الاعلى باش ما تلصقش لكم في القاع ديال الطنجره. صافي، ودابا غادي نقدموها نوريكم الشكل النهائي. خليوها طيب، راه راكم عارفين غير المونتاج راه حنا كنقصوا بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل. ها هي الوصفه ديال الشعريه كما كتشوفوا معايا، وجدات راها كتجي غزاله، وكما كتشوفوا راها ما جات لا معجنه لا والو. انا الصراحه داك المرق اللي احتفظت به احتاجيته حتى لغدا ليه لحقاش بقات ليا الشعريه. كلينا من هذاك النهار ولا غدا ليه بقات ليا، ولقيت داك المرق موجود لانني انا غير طيبتها وحطيتها، ما خليتهاش تا بردات، ما خليتهاش تنشف منها المرق. كنقدموها مع السودانيه، اللي كيبغي السودانيه بطبيعه الحال كتجي غزاله به. نتمنى الوصفه ديال تكون عجبتكم، ماشي الوصفه الاسرار اللي عطيتكم ديال هاد جوج ديال المشاكل. وإلا عجبتكم نتمنى اللايك منكم، والى وصفه مقبله ان شاء الله.